وما تنسيش لايك للفيديو بتاعي. شايفين الجمال؟ الريحة بجد تحفة 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 مع الجبنة بقى بزيت الزيتون. يلا بقى هبطل رغي واقول لكم المقادير انا عملتها ازاي. يلا كده بسم الله. اول حاجة معايا في بولة 4 كوبايات دقيق. انا كنت حاطة 3 فانا بوريكم المج اللي انا عايرت بيه. وبعد كده حطيت المج الرابع. 3 معالق لبن بودر، معلقة ونص خميرة فورية او خميرة بودر، نص معلقة ملح صغيرة، معلقتين سكر كبار حبيبات. نيجي بقى هنا انا حطيت معلقة محلب على شمر على ينسون مطحون، ده اختياري، ممكن ما تحطيش المعلقة دي خالص. انا شمر على ينسون على محلب مطحونين، حطيت هنا معلقة ونص، ممكن انتي تلغيهم، بس بجد مخليه ريحة العيش تحفة. هنزل لكم برضو المقادير في صندوق الوصف علشان لو حاجة ما فهمتوهاش مني. وبعد كده هننزل ب3 معالق سمنة على الدقيق وشوية مية دافين. بقى المية كوباية وربع الكوباية ونص حسب الدقيق معاكي. هنلم العجينة بتاعتنا بقى ونعجنها لحد ما تبقى عجينة قطنية كده، العجينة الحلوة بتاعتنا دي. وزي ما قلتلك بقى المية دي الدقيق بيختلف من عندك لعندي. ممكن انا عندي ياخد كوباية ونص، ممكن انت كوباية وربع. فالعجينة بقى براحتك انت بقى. المية دي في ايدك انت، يعني حاولي بقى تويميها كده. انا هحاول بقى الم العجينه بتاعتي، خلاص اتلمت معايا وبقت زي الفل اهي. اخدها بقى خبطتين كده على الرخامه. شايفين؟ ما شاء الله بقت العجينه معايا زي الفل. هستخدم نوع دقيق اي نوع دقيق لجميع الاغراض، انا جايباه من عند العطار سايب. بس دي ده اسمه الصياد، بس حلو قوي. خلاص عجنتها كويس بقى. اجي بقى في البوله بتاعتي احط معلقه زيت زيتون، هدهن بقى الطبق بيها كده، وانزل العجينه بتاعتي وادهنها من فوق شويه زيت زيتون واسيبها ترتاح حوالي ساعه. تمام كده هغطيها، وبعد ما خلاص غطيتها وسبتها ارتاحت ساعه، شايفين الحجم الضعف وما شاء الله العجينه اختمرت جدا. ده زيت زيتون بقى هفرد بيه، ومعايا سمسم وحبه البركه. هقطع بقى العجينه بتاعتي على 3 كور كده. مقادير سهله وبسيطه ما فيهاش اي تعقيد. ادي ال3 كور عجنتهم اهو. كورتهم. واجيب معايا بقى الصينيه مدهونه زيت زيتون، وهفردها الرغيف بتاعي. هفرد الرغيف بتاعي برضو هفرده بزيت زيتون. ريحه الزيت الزيتون مع معلقه الشمر والمحلب واليانسون المطحونين اللي انا حطاهم بجد تحفه. بعد ما هفردها في الصينيه بتاعتي، هاجي بقى من على الطروف كده باطراف صوابعي، وافضل اغرس فيها كده من على الطروف. ممكن انتي تعملي بخلة الاسنان، بس بصراحة الشكل ده عجبني اكتر. الشكل بتاع ان انتي تغرسي بيها عليها صوابعك كده، الشكل ده حلو قوي. وبعد ما استوت بجد كانت شكلها حلو قوي. تغرزيها كده بصوابعك. فاهمين يا ولاد كده؟ فاهمين؟ تمام كده. طبعا انا مسخنه الفرن على درجه حراره 200. هخلص واحط ادخل على طول الفرن، مش هسيبها ترتاح. ورشه بقى سمسم وحبه البركه كده على الوش، وهحذفها في الفرن. مش هسيبها ترتاح خالص، هي خلاص كفايه مختمره وزي الفل معايا. اعمل لكم بقى واحده كمان كده على السريع. ادي دهنا الصينيه الاول زيت زيتون، بعد كده فردناها بالزيت الزيتون، بعد كده نغزناها كده من على الطروف بصوابع ايدينا بالاطراف بتاعتنا، وقسمناها بقى كده مربعات او كروهات كده من النص. لحد كده سهل ومفيش اي مشكله. تمام كده. يلا بقى انزلي اعملي لايك لحد ما تستوي في الفرن. يلا شويه رشه سمسم وشويه حبه البركه ودخل الفرن. وبعد ما خرجت خلاص، هي اول ما تخرج من الفرن على طول معايا طبق فيه شوية زيت زيتون على شوية مية صغيرين، وهدهنها من على الوش بحبة شوية زيت الزيتون على المية اللي احنا عملتهم دول. هدهنها من على الوش كده، وبعد كده هقفل عليها وهغطيها لمدة دقيقتين كده علشان تطرى معايا وتبقى جميلة. تمام كده. خلاص.